عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويدخل عليكم هذا العيد ان شاء الله بالصحه والسلامه يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو مغاير للفيديو، المهم كيبقى في اطار الطبخ بطبيعه الحال. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الاعشاب، يعني والتحضيرات اللي كنوجدوا لعيد الاضحى. والاعشاب يعني المهمه والضروريه خاصها تكون عندنا في الدار بالنسبه لعيد الاضحى، اللي كنوجدوا به الاطباق المغربيه التقليديه ديالنا. على بركة الله، أول حاجة خصنا ناخدو العطرية تكون جديدة، كتكون هكا فيها الريحة قوية وكتكون زوينة مع في الطياب، ماشي بحال كتكون عندنا باردة. واخا ناخدو غير كمية قليلة، ماشي ضروري ناخدو كمية كبيرة، ناخدو غير 125 غرام يعني نص رابعة. ولا كنا غادي نتغداو يعني في خطره ناخدو القياس اللي كناخدو كل شهر لدارنا. انا عندي هنايا بزار، خرقوم بلدي، سودانيه، هذا القزبور حبوب لي ضروري كنديرو في الاطباق ديالنا كامله ديال العيد، وهو الصراحه خصو يكون عندنا دائما في الدار. عندي هنايا الكمون اللي من الضروريات، تحميره، و سكينجبير، يعني كلشي طحنتو. بالنسبه للتحميره راه كتكون جاهزه. بالنسبه للخرقوم والبزار والقرفه راه ما صورتهاش معكم، والسكينجبير ضروري يكونوا نطحنوهم على يدينا. وهنايا عندي السمن، ضروري من السمن حتى هو كنحتاجو في الاطباق ديال العيد. ودابا غادي ندوز لواحد الحاجه اللي مهمه بزاف، وهي المروزيه اللي هي يعني كنديروها في الطبق ديال اللحم، اللي يعني ضروري في كل دار نديروها، واللي كتكون يعني من فوق من اكثر من 18 عشبه. وانا غادي نذكر معكم هنايا شي اعشاب باش تعرفوهم. عندنا هنايا لسان الطير، هو هذا اللي شديت بيدي دابا، هذا هو لسان الطير. هذه البنات البسيبيسه هي ديك القشره الفوقانيه اللي كتكون فوق الكوزه، يعني هي كتحيد كل حاجه كتصلح في يعني الطبق. هذه الكوزه، وهذيك هو الغشا تيكون فوق منها. المهم هذه الكوزه، وهذيك بالسيبيسه بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش بالسيبيسه شنو هي. هذه قعقله. وعندي هنايا النويويره، هي دايره بحال البزار، هي حبه كبيره. وعندي خدنجال، وغادي نوري لكم دابا من بعد. هذا الورد البلدي. يعني البنات انا كنوريكم غير الاعشاب، ولكن كنبغيو نتقداو راه كنتقداو كل حاجه بالعبار ديالها. هذا خدنجال. وعندي هنايا هذا كيتسمى ظهر الفلفل، حتى هو كناخذ منه واحد الكميه. المهم البنات، والقرفه هي كي كتشوفوا معايا. وهذه الكوزه الصحراويه. ملي كنمشيو البنات ناخذوها، يا اما كنلقاوها مطحونه، يا اما كتباع واحد الساشيات صغيره، ما كتكونش يعني فيها العطريه كامله الصراحه، ما كتكونش يعني كيجمعوهاش كلها. لهذا انا ذكرت معكم هاد المكونات كامله. وغادي نكمل. هنايا عندي هنا كاين عندي الكمون، وكاين كاين الكرويه، كيتشابهوا في الشكل ديالهم. هذه كرويه، وهذه الحبه السوداء معروفه بطبيعه الحال. وعندي النافع. وهذا الكمون كيشبه الكرويه. بالنسبه للعطريه كاين سكينجبير والخرقوم بلدي والبزار، يعني هادو كيكونوا اصلا حبوب وقاعد كنطحنوهم معاها. المهم البنات غنخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف، باش اللي بغى يجمعها ويطحنها، وغادي تشوفوا واحد الذوق واحد الاختلاف كبير باللي غتصاوبوا بيديكم، واللي غادي تشريوها كجاهزه، ولا ديال اللي كتباع يعني وكطحنوه. يعني هذه راه فيها بزاف ديال الاعشاب. كما قلت لكم البنات، هاد المروز دي كتكون من اكثر من 18 عشبه. انا راه ما عنديش هنايا قرنفل والكبابه وحرقسوس وكنستعمل البنات البصل الابيض ماشي البصل الاسود. غادي نخلي لكم البنات العبار في المقادير كامله في صندوق الوصف، ودخلوا شوفوها. دابا البنات من بعد ما زدنا من المروزيه ندوزو ان شاء الله العطريه ديال اللحم اللي كنحتاجو فيها. هنايا عندي بسيبيسه، عندي هنا الكوسه الصحراويه ولسان الطير وحبه الهيل وخدنجال. وعندي هنايا القرفه. من طبيعه الحال هنا كنضيفوا عليهم الخرقوم بلدي والبزار
وسكينجبير. البنات يعني هاد المقادير اللي كنعطيكم راه قليله، انا غير كنوريكم المقادير اللي تيكونوا في كل عطريه، وانتم تاخذوها وطحنوها على الاقل، تاخذوا واحد 5 دراهم من كل حاجه، طحنوها وتاخذوا واحد الكميه من كل حاجه وتخلطوها في واحد الطاسه بشي قرعه ديال الزيت من الاحسن. هادو البنات هنا العطريه ديال القضبان، غادي نديرو فيها ان شاء الله الكمون ازير، غنديرو فيها الزعتره والقزبور حبوب والفلفله الحاره. من طبيعه الحال غنضيفوا لهم التحميره وسكينجبير والبزار. يعني العطريه اللي غنضيفوا لها كاين هنا اختلاف ما بين ديال اللحم، ديال اللحم ما فيهاش تحميره، وهنا كنديروا التحميره. حتى هادو البنات غنشدو كل حاجه منها يعني واحد المقدار اللي قادكم نتوما، وكنشدوه تنطحنوهم كاملين وتنهزو كل حاجه واحد المعلقه صغيره وتنخلطوها كامله. هنا وصلنا للخرقوم بلدي، عفوا وصلنا لزعفران شعره اللي ضروري تا هو يكون في الاطباق ديالنا. هو غالي شويه، كان خديت منه 10 ديال الدراهم. غادي نوريكم واحد الطريقه صراحه كنديرها زوينه. وعندي سماكه المسكه الحره حتى هي كنبغيوها للتعسل ديال المشماش والبرقوق. وهذه البنات هي الثومه بودره اللي صاوبتها في الدار، غادي نخلي لكم حتى هي الفيديو في الاخير ان شاء الله غتشوفوا الطريقه كي درت ليها. هي هنايا مطحونه، يعني الثومه دابا رخيصه، من احسن صوبوها في الدار كتطلع زوينه بزاف، كتعطي واحد الريحه مجهده. يعني غير هكا في العيد الكبير كنبغيو نديرو شي حاجه اللي كتكون يعني على يدينا وكنعرفوا شنو كناكلو، باش اللحم تيطلع يعني متبل كيجي زوين. هنا عندي شويه ديال المشماش على حسب كل واحد على الاستطاعه ديالته، وعندي الزبيب. يعني انا كنقول تنشارك معكم يعني الحاجه اللي كنبغيوها في العيد. وهنا البرقوق، ومن طبيعه الحال اللوز، وكل واحد تياخذ على قياس كي كنقول قياس جيبو. واللي بغى يزيد تمر ويزيد شريحه ويزيد حتى داك، دابا ولا كلشي كيتباع مجفف، حتى الكيوي وحتى يعني الاناناس. المهم واحد تيمشي قد جيبو كي قلت لكم البنات.